السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفة جديدة بالسردين على الطريقة التركية، والله غير خرج بنين 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 بزاف، وطري يشهي وخفيف على الاستومة. بصراحة من نهار جربت هذا الوصفة وليت نفضلها على القلي، بيسك صحية اكثر وما تشربش الزيت بزاف. اذا راكم تحبوا الوصفات السهلة والاقتصادية وبمكونات موجودة في كل دار، اكيد هذا الوصفة راح تعجبكم. تابعوني خطوة بخطوة نوريكم كل التفاصيل اللي يجيكم السردين ناجح من اول مرة. واذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك وتعليق واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. وعلى بركة الله نبداو. دوك هنايا درت حوالي 3 فصوص ثوم، زدت لهم شوية عصير ليمون، زيد نتبل بالملح وفلفل الكحل، فلفل عكري والكمون. وزيدوا شويه طماطيش مصبره، انا درت غير شويه، يعني نتوما تحبوا تكثروا تقدروا تكثروا، بيسك راح ندير طماطيش تاع الحب من بعدها هكذا. ونخلط مليح، ومن بعد نجيب السردين تاعي اللي كنت غسلته نقيته مليح، ودوكا نشفو بهذا الورق وندير له هذيك الخلطه. انا الخلطه كما راكم تشوفوا فيها غير شويه، نتوما تقدروا تكثروا، انا ما نحبش نكثر له بزاف. وانا ندهن البلا تاعي بزيت الزيتون، تحبوا بالزيت الاخر ما يهمش. هنا ندير البصل، قطعتها شرائح، بعد ما قطعتها شرائح نزيد نحط على هذيك البصل الفلفل. انا هنا درت فلفل حار برك، نتوما تحبوا تزيدوا راس فلفل حلو نورمال. وهنا الطماطيش عندي هنايا حوالي 3 حبات صغار ولا زوج شويه متوسطين، رحيتها وزيد درت لها نفس التوابل كما راكم تشوفوا. نخلطهم مليح مع طماطيش، نزيد نفرش من فوق هذاك الفلفل والبصله هكذا. ومن بعد نزيد نحط السردين تاعي، هاوليك السردين، يعني من الاحسن السردين تبلوه وتخليوه حوالي ساعه على الاقل ولا نصف ساعه. دوك هنا نزيد شويه توابل ملح، وكما تعرفوا السردين يحب بزاف التوابل والملح، المهم عينكم هي ميزانكم. نزيد شويه زيت الزيتون، ندير لها شويه لي رونديل تاع القارص وشويه عصير القارص، شويه معدنوس، وندخلها الكوشه. بعد ما ندير لها بابي الومنيوم ندخلها الفرن. دوك هنا هاي بعد ما طابت جات حميمه ما شاء الله، صدقوني جا روعه ما شاء الله، جا بنين خفيف هايل، يعني قد ما نحكي لكم ما نقدرش نوصف لكم. انا يعني موالفي وجعني هذاك اللي نقليه، بصح هذا والله ما وجعني ما تحركت فيا شعره. المهم نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وتقولوا لي واش رايكم، ونتمنى ان شاء الله تتبعوني، تبعوا وصفاتي وتعملوا لي الاعجاب باش تزيدوا تشجعوني نجيب لكم افضل من هكذا. المهم شجعوني باش نقدر نزيد لكم سونسيال. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم وتاكلوه بالصحه والهنا. بما ان السردين رخيص هذه الايامات، ننصحكم غير تجربوا هذه الطريقه، يعني هايله. كون ما عجبتنيش والله ما ننشرها معاكم. تاكلوا بالصحه والهنا ان شاء الله، والى اللقاء في فرصه جديده.